ربنا يوفقك يا غالي. يلا بقى اسكت يا رام. والله لو في فلوس بس. هتشوف الفيديو ده. ابو عمر جالي وبيقول لي يا رامي انا ما عملتش سيشن في فرحي، فعايز اعمل انا ومرات سيشن يكسر الدنيا ويطلع ويعوضها عن سيشن الفرح اللي ما عملتوش. تعالوا نشوف مع بعض كده هنطلع له حاجه عامله ازاي. الراجل والله ما شاف اي حاجه والله، بس باين حاجة جود. ان شاء الله هرفع راسه واعمل له سيشن كانه عريس وعروسه. هم كانوا عريس وعروسه فعلا. يلا مع بعض نشوف اول حاجه. تسلم ايدك يا برنس. خبط كده، تحرمش منك يا خبط غالي. سمعني صوت الرن. لا حاجة بصراحة تشرف. تحرمش منك. الجودة، الخشب، الدنيا كلها. لا بصراحة اخويا رامي بصراحة ما قصرش في اي حاجة، وتعبته معايا. انا عارف اللي انا تعبتك معايا يا برنس، بس ان شاء الله نتجمع في الخير على طول. يا عم الناس الله اكبر. بص يا جدعان التنظيم حاجة تشرف، حاجة فعلا عريس وعروسة والله. حبيبي يا عم رامي ما تحرمش منك يا برنس. يلا على اللي بعده يا باشا. خش وريني يا باشا. ما انا كنت عريس برضه يا عم. ايوه عريس طبعا. الله اكبر الله اكبر على الشغل يا جماعة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. الله اكبر. بص 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 بص. والله عريس، ده عريس قسم بالله عريس. اخويا ده القصر ده كان عامل شغل عالي. ورونا بقى يا جدعان اهو. شغل عالي. ايوه 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 ايوه. اللهم صل على النبي. بص كده ألبوم ميني، صور تانية مختلفة تماما عن الصور اللي انت خدتها. ده حاجة شياكة بصراحة. تسلم ايدك يا برنس. شغل عريس والله. انا مش مش مكروتني يعني. لا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. ايدة الصور الصغيرة عشان الحبايب كلها. العشق. ايوه بيبي يا ابو عمر بامانه الله ايه رايك في الشغل؟ لا بصراحة أول رفعت التليفون بصراحة ما تأخرش عليا، وكان منظم لي الوقت جدا، حتى ما خلينيش أتأخر على أخويا في الزفة. وبصراحة قدم كل حاجة هو قدر يعملها وما بخلش عليها بأي حاجة. وزي ما انتم شايفين طبعا الشغل. وطبعا رامي ده أخويا بصراحة ومن الشخصيات المحترمة جدا. ربنا يبارك لنا فيك يا برنس، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. حبيبي يا أبو عمر تسلم. أخويا رامي ربنا يبارك فيك حبيبي. ربنا يوفقك يا غالي. يلا بقى اسكت يا رام. والله لو في فلوس بس. هتشوف الفيديو ده. تحرمش منك يا برنس. حبيبي يا رامي.